بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد غيابي عليكم أني عدت لكم اليوم بوصفة لاباط فويتي. على بالي بلي بزاف يخافوا منها ويخافوا ما تخرج لهمش، وانا كي جربتها كنت ندير بواحد الطريقة بصح طريقة الرولي، وهذه المرة كي جربت طريقة أحسن منها قلت والله غير نشاركها مع صديقاتي وحباباتي كامل في اليوتيوب ونوريكم الطريقة وجربوها وما تندموش إن شاء الله. في البداية نحضر كامل لي زانغريديون تاوعي اللي هما بسم الله. عندنا زبدة التوريق، عندنا 500 غرام زبدة التوريق، من الأحسن تكون صالحة ولا باريسيان ما شاء الله يعني نتيجة هايلة. عندنا كمية من نشا أو مايزينا، دوك تعرفوا واش نديروا بها النشا والمايزينا تساعدني في التوريق. عندي مع الكيلو تاع الفارينة، في كل كيلو فارينة و500 غرام زبدة التوريق ندير 100 مليلتر زيت. وإلا كانت درتي رطل فارينة ديري معاها نص تاع الرطل تاع الزبدة يعني 250 غرام، وديري معاها 50 مليلتر زيت. عندنا 2 مغارف تاع خل أي نوعية، عندنا 2 مغارف. وعندنا لافارين، عندي هذه لافارين وزنتها هنا كيلو. بسم الله وتكلنا عليك يا الله. في البداية ندير نملح هذه العجينة تاعي، ندير لها ملعقة تاع ملح، ولا نقدروا نقولوا رشة تاع ملح. نخلط هذه المواد الجافة وكنضيف الزيت 100 مليلتر تاع الزيت. قبل ما نبدا نبسس ندير 2 مغارف تاع خل اللي قلت لكم عليهم، والخل مليح باش تجي خفيفه، ومام هو ماده حافظه. اذا كانت العجينه تاعك هذه تطول ديريها في كونجيلاتور، ديريها في فريجيدير، يعني مليح ليها الخل. بسس مليح هذه العجينه تاعي بالزيت. وعلاش رجعنا نديروا لاباط فيتي نديروا لها الزيت؟ خاطر نقصنا على رواحنا من استهلاك زبده التوريق. كي العجينه القديمه، الطريقه القديمه يديروا الكيلو تاع الفارينه يديروا معاه 750 غرام تاع زبده، يعني هذا الطرف تاع الزبده اللي حطيته ونزيد معاه نص تاع طرف وخد اخر. بصح كي رانا نديروا الزيت راهي تجي خفيفه ومورقه وما شاء الله وسهله في الخدمه تاعها، على هذيك اللي تطوي ودير في كونجيلاتور ولا فريجيدير تعاود ترجعي تطوي، هذه سهله عليها، سهله ليه توجد، ومام طون فيها اقتصاديه ما تستهلكش الزبده بزاف. يعني هذا طرف زبده راه يدير لي كيلو، رطل تاع زبده راه يدير لي كيلو. لو كان نحب ندير رطل فارينه ندير بالنص تاع الرطل هذا تاع زبده ما شاء الله. يعني بعد ما بسست العجينه تاعي مليح دوكا نشمخها بالماء. ماء عادي، ماشي لازم يكون لا دافي لا بارد، عادي يعني ما تاع شريب، حتى تكون لي عجينه طريه ما هي يابسه بزاف. خشلي يابسه بزاف تعذبك، ما هي جاريه بزاف ما جاريه تعذبك وتجي يابسه. راني غير نلم فيها مانيش نعجنها.
نسلك يديا باش نبدا نلم العجينه. هذه الوصفه بزاف هايله، نسحقوها في رمضان. تحبي تنوعي في الطاوله تاعك، ماشي كل يوم بورك ولا معقوده، ولا تحبي ديري هكا. فوالا، هاي العجينه تاعي وجدت. دوكا نديرها في بابي ولا ونخبيها، نحطها في الفريجيدار تريح شويه. عاودت رجعت ليكم بعد ما ريحت العجينه تاعي مليح. نعاود نجبدها ونفتحها قدامكم. نرشو شويه فارينه كما راني رشيت انا فوق الطاوله، ونفتحوا هذه العجينه. بسم الله. فوالا، نحلو هذه العجينه، نفتحوا هذه العجينه بالعقل، نفتحوها كأنها مربع كبير. هاني رجعت لكم بعد ما حليت العجينه تاعي كامل. دوكا كمان عارفين واش نديرو. جا الدور تاع المايزينا، نديرو الزبده تاعنا نغطسوها في المايزينا هكذا، نمروها على المايزينا ونسكرفجوها في الرقيق في نص العجينه، ما نسكرفجوهاش العجينه كامل، على النص برك. نديروها في المايزينا اشاك فوا، ونعاودو نرجعو نسكرفجوها غير تنشف من المايزينا، نعاودو نغطسوها في المايزينا وهي رايحه حتى نسكرفجوها كامل بهذه الطريقه، ونوزعوها كامل على هذا النص تاع العجينه، ماشي كامل العجينه، على النص برك. نكمل ونعاود نرجع ليكم. بعد ما سكرفشت كامل هذيك الزبده تاعي تاع التوريق، نوزعها كامل على هذا النص تاع العجينه، ونغلق عليها بالنص الثاني اللي ما درتش فيه الزبده هكذا، ونحاول نغلق مليح في الاطراف باش ما تتفتحليش العجينه تاعي. كي نكون نحل فيها بلا غاب وبدا نحل فيها عفوا بالحلال، ونبدا نحل فيها تخرج لي كامل الزبده. انا اني حابه نتفادى هذا المشكل، ونغلقها مليح هكذا. تبعوا معايا. مليح هكذا نغلقو، ومن نبداو نحلو فيها بالحلال. ان شاء الله يكون كلش واضح قدامكم هكذا كيما راهي. نحلها بسم الله.
فوالا نحلوها كامل مليح هكذا. فوالا من اليوم اللي عندها خوف من لاباط فيتي ان شاء الله ما تزيدش تخاف منها. حلوها مليح كما راكم تشوفوا. فوالا هكذا كي راني حليتها كما راكم تشوفوا. دونك نطويها ونكمل نحلها. هذه بلا ما ندخلوها الثلاجه وتريح. فوالا معايا هكذا. شفتوا كيفاش تفتحت معايا شويه. نحاولوا ما نخلوهاش تفتح كما تفتحت لي هكذا. ندير هذه هكذا ندير هذه فوقها هكذا ونكمل نفتحها. نكمل نحل العجينه هذه بنفس الطريقه. ها هي كما راكم تشوفوا نفتحها كامل. نكمل نفتح العجينه بنفس الطريقه. نفتحها شويه، ما هي رقيقه بزاف ما هي خشينه بزاف. حبيت نحذف لكم المقاطع باش تتبعوا مليح الطريقه وما تلف لكمش. بعدها كي نحلوها هكذا هذه المره نقلبوا نطويوها لهذه الجهه. شوفي نديروا هذه هنا وهذه معاها في النص يتلاقاو في النص. هذو تلاقاو مع بعض في النص هكذا. هذه نتلاقاو مع بعض في النص. نعاود نطويها على اختها هكذا. نورمالمون راكم فهمتوني. شوفي نعاود لكم راهي هكذا هي العجينه. شوفي كي حليتها نقلب هذه لهنا ونقلب هذه عليها باش يولوا في النص مع بعض يتلاقاو في النص مع بعض.
ونعاود نقلبها هكذا على خدها هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. دوكا نقسمها قدامكم باش تبان فيتاج. فوالا هاو الفيتاج تاعها، شفتوها كيفاش. وهذه هي لاباط تاعنا كيفاش خرجت. الفيتاج تاعها راه واضح نورمالمون، والعجينه هذه اسهل مما يكون. ونوزنها قدامكم تشوفوني شحال دارت لي هذه لاباط. شوفوا شحال دارت لي هذه، راهي قريب كيلو، يعني هكذا مع هذه راه عندنا هنايا 2 كيلو، 2 كيلو لاباط. دوكا انا وجدت عندي واحد لاصوص، راني وجدتها لاصوص تاع عادي تكتوكه بصل وطوماطيش ودير لهم شويه عكري وحار وما زيت وملح وفلفل الكحل، يذبلوا مليح، يذبل البصل مليح، ومن بعد نديروا له طوماطيش ونخلوه يطيب غير في الماء تاعو، ما نزيدولوش الماء، نديروه يطيب مليح. كانت عندي شويه الفيونداشي طايبه من قبل تاع بوراك شايطت لي، اني زدتها معاه. ديري له اي اضافه اللي تحبي ديريها، اي حاجه تحبي تحشي بها من الداخل ديريها عادي. وهي وشني الكوكا مشهوره باللي تجيب بلاصوص تاع بالتكتوكه تاع بصل وطوماطيش. انا وجدت هذا السيرسو نفتح به الحبات تاوعي، وانتيا فتحي كيما تحبي، مشاربه تاع شوربه تاع اللبن اللي تحبي، اللي عندك اللي متوفره عندك قسمي بها، قطعي بها هذو الحبات اللي حنديروهم تاع الكوكا. نحكم هذه النص تاع العجينه، والاخرى نخبيها بالك نحب ندير بها فولوفون ولا نحب ندير بها كوكا كوفير ولا. نفتح معاكم هذه العجينه وندير بها هذوك الحبات. انا نفتحها كامل ومن بعد نعاود نولي لكم بعد ما فتحت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. دوكا نقسمها هكذا، ما حبيتش انا نقصص لكم بزاف المقاطع تاعنا باش تشوفوا كلش قدامكم باش كي تجربوا وتشوفوا النتيجه اللي تخرج لكم لا تخرج لكم كيما راني درتها. نقصوهم كامل بالسيرسو هذا كيما راكم تشوفوا هكذا. هاهي فوالا، هاهي رجلي هذو الحبات، دوك نحشيهم. هادي وناخذ شويه من التكتوكه فوالا، نحط في وسط كل حبه شويه تكتوكه تاعي. فوالا، ونجيب الشيكار نسكرفجلها شويه شيدار، ماشي ما تكثروش بزاف، غير شويه الخشيه الكود تاعها كامل راهو في العصوص. انا نستخدم شيدار تاع موندور، الذوق تاعو يهبل البنات ويذوب ما شاء الله. فوالا، نغلق على الحبه، كل حبه نغلق عليها هكذا غير بيديا برك زيري عليها. فوالا، تحبي تكبري الحبه كبري سيرسو برك، انا هذا السيرسو المتوفر عندي. تعاون نحط كل حبه نغلق ثاني الحبه الزوجه كما راكم تشوفوا.
نحط في البلا تاعي. انا درت له فرشت له ورق الزبده باش ما تلصقليش، وهي ما تلصقش فيها زبده التوريق، يعني الزبده دوك تذوب وتخليها ما تلصقش. فوالا هاي الحبه الثالثه كيما راكم تشوفوا راني مفرشه ورق الزبده. المهم نكمل لكم طريقه صحيحه ومن بعد انا نكمل الباقي وحدي. عندي بيض، حبه بيض كامله ماشي بالصفار برك، كامله. نحاول نقطرها شويه، ما نخليهاش معمر البانسو بزاف، وندهنها هكذا. ما توصلوش البانسو الاطراف برك، ما توصلوش، ايفيتيو الاطراف لاخش كي تلحقوا الاطراف تحبسوا التوريق، هذا يرجع لاكول للتوريق، ما يخليهاش تورق الحبه. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. انا ماشي نلحق اخير. ها هي لا ريزولتا، كملنا الحبات تاعنا تاع الكوكا وجدوا. والمهم تطيبيهم في الكوشه، تكون سخنتيها من قبل وتكون على اعلى درجه. هاي كيما هذا السنيوه الاولى درتها بلا زيتون والزوجه بالزيتون. كيما تحبي تزينيها، تحبي ديريها بلا زيتون ثاني تجي شابه احسن. هاو الشكل النهائي. شوفوا خياتي كيفاش تورقت، جات ما شاء الله ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ومهم ما تنساوليش غير جيم وبارطاج الى حبيتوا باش تعم الفائده. ويعطيكم الصحه على متابعتكم ليا، وصحه رمضانكم وبصحتكم، والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.